الأكل هو أفضل صديق للإنسان، بيقف معاه وقت شدته وإحباطه. لكن للأسف هو صديق سوء لو ما أحسنتيش الاختيار. ناس كتير مش بتلاقي أي حاجة حلوة في حياتها غير الأكل، بتملى بيه كل الفراغ اللي في حياتها، هو بس اللي بيحسسها بسعادة وبيخفف عنها التوتر والقلق اللي هي عايشاه. لكن للأسف النتيجة هي سوء الحالة النفسية أكتر بسبب زيادة الوزن. فانتي في حالة الأكل العاطفي مش بتاكلي علشان جعانة، انتي بتاكلي علشان حاسة بإحباط وحزن أو قلق وتوتر، بتاكلي علشان تخففي شوية الضغط النفسي اللي انتي حاسة بيه. وأكتر ناس بيتأثروا وبيلجأوا للأكل العاطفي هما الناس الحساسة قوي، اللي أي كلمة أو موقف صغير بتأثر فيهم. الجوع العاطفي مش ممكن تشبعي بالأكل، هتحسي بس براحة في اللحظة اللي انتي بتاكلي فيها، ولكن شعورك وإحساسك الأصلي بالإحباط لسه موجود. بل بالعكس، انت هتزودي عليه كمان احساس الندم وعدم الثقة بالنفس، فهتلاقي نفسك في دايرة مغلقة. اول لما تحسي باحباط هيحصلك جوع مفاجئ، فهتاكلي كتير وترجعي تحسي بندم وانعدام الارادة، فهتقعي في فخ الاحباط مرة تانية. طب ايه هي اسباب الاكل العاطفي؟ الاكل العاطفي غالبا مرتبط باي شعور سلبي عندك، فاول سبب هو الضغط والتوتر. فالضغط المستمر بيسبب افراز هرمون الكورتيزول، والهرمون ده هو اللي بيخليك عايزة تاكلي حلويات كتير أو أي أكل مليان سعرات حرارية. فكل ما تحسي بالضغط في حياتك كل ما هتلاقي نفسك بتاكلي أكتر علشان تحسي براحة نفسية. تاني سبب، الأكل العاطفي وسيلة للهروب من المشاعر المؤلمة زي مشاعر الغضب والخوف والحزن والوحدة والقلق. تالت سبب هو الملل والفراغ. كم مرة قلت لنفسك هو أنا مش جعانة بس أنا هاكل علشان زهقانة؟ فالأكل هنا بيشتتك عن حالتك النفسية السيئة وعدم رضاكي عن نفسك. وآخر سبب للأكل العاطفي وده مرتبط بشعور إيجابي وهو عادات الطفولة. خلي بالك كويس جدا من السبب ده علشان ما تعملوش مع أولادك، وهو إن الأكل والحلويات تكون مكافأة لسلوك جيد من الطفل أو مكافأة لنجاح أو درجات عالية. ممكن تبقى مرة من المرات، إنما ما يبقاش هو المكافأة الأساسية لكل سلوك جيد الطفل عمله، لأنه بيفضل معاه طول العمر وبيتحول لأكل عاطفي، لأنه بيفكره بطفولته وذكرياته الحلوة، وكل ما يحس بإنجاز في حياته هيروح ياكل. ودلوقتي نيجي لسؤال مهم، إزاي تفرقي ما بين الجوع البدني الحقيقي والجوع العاطفي؟ الجوع العاطفي بيحصل فجأة، أول لما تحسي بضيق أو قلق أو توتر أو إنك المفروض تعملي مهمة معينة، فبدل ما تعمليها بتتوتري وتلاقي نفسك رايحة على التلاجة تحلي، وبعد ما تحلي تحدقي وتفضلي في الدايرة دي شويتين. أما الجوع البدني الطبيعي بيحصل بالتدريج وممكن تصبري عليه. تاني حاجة في الجوع العاطفي، بتبقي عايزة تاكلي فيه أكل معين زي حلويات معينة أو أي أكل من الأكلات السريعة اللي مليانة سعرات حرارية. أما الجوع الطبيعي فبتاكلي أي حاجة قدامك وتشبعي. تالت حاجة، الجوع العاطفي بتاكلي كميات كبيرة منه، مش بتكتفي بقطعة واحدة من الحلويات، لا انتي بتخلصيه وعايزة تاني وبتستمتعي بالكميات. أما الجوع الطبيعي بتوقفي بمجرد لما تشبعي. وأخيرا الجوع العاطفي بعده بتحسي بندم لأنك عارفة إنك مش جعانة وبتاكلي ومستمرة. أما الجوع البدني بعد الأكل بتحسي برضا لأنك خلاص كنتي جعانة وشبعتي. ودلوقتي نيجي للحل في خطوات عملية. أول خطوة هقسمها لجزئين. أول حاجة، انتي محتاجة بديل لإشباع الفراغ اللي جواكي، وده من ناحية، ومن ناحية تانية لازم تفرغي المشاعر السلبية اللي جواكي بطريقة صح. نرجع للنقطة الأولى وهي إشباع الفراغ اللي جواكي، وأفضل حل هو إنك تصاحبي هواية تستمتعي بيها وانتي بتعمليها وتشغلك وتطلع كل الطاقة اللي جواكي، وفي الآخر هتلاقي نفسك أنتجتي حاجة وهتحسي بالرضا. وممكن بعد كده تستغلي هوايتك دي في انها تكون مشروع ليكي تدخلي منه ربح مادي ليكي. طيب واللي مش عنده هواية يعمل ايه؟ تدوري وتجربي حاجات كتير لحد ما تلاقي حاجة تحبيها وبتستمتعي وانتي بتعمليها. في ناس كتيرة جدا اكتشفت هوايتها بعد سنين من اقتناعها انها ما عندهاش اي هواية، والناس دي عرفت هوايتها علشان جربت. السر كله في التجربة، علشان كده لازم تجربي حاجات كتير. على سبيل المثال الرسم، جربي انك ترسمي. فالرسم مش حصري بس على الناس اتولدت ولقيت عندها موهبة الرسم، تعليم وبالتدريب هتعرفي ترسمي. جربي التصوير، جربي انك تتعلمي كروشيه او خياطة او صناعة اكسسوارات. اتفرجي وشوفي فيديوهات كتير لهوايات كتيرة ومختلفة لحد ما تلاقي حاجة تشدك وتكملي فيها وتعلميها كويس جدا وتدربي لحد ما توصلي لحالة الاتقان فيها. نيجي للجزء التاني، هو تفريغ المشاعر السلبية اللي جواكي بطريقة صح. مهم جدا تعملي تدريب إقرار المشاعر ده يوميا، وهو انك تحددي انت حاسة بايه دلوقتي حالا، ايه هو السبب الاساسي انك تحسي بالشعور ده. فايدة تحديد شعورك هيساعدك كتير انك تفرغي كل المشاعر السلبية دي بطريقة صح.
بمجرد لما تلاقي عندك وعي بمشاعرك هتلاقي نفسك علشان ما تكرريش نفس السلوك اللي بترجعي تندمي عليه بتوجهي نفسك انك تروحي للبديل اللي انت حاطه في تفريغ مشاعر الغضب دي. كمثال، انت حاسه دلوقتي بغضب فبتفرغي عنه بالعصبيه مع كل اللي حواليكي وترجعي تندمي على العصبيه دي، فهتلاقي نفسك بدل ما تتعصبي فانت هتحطي بديل تفرغي فيه مشاعر الغضب دي بعيدا عن العصبيه. فبدل ما تتعصبي على الناس اللي حواليكي تنزلي تمشي نص ساعه لحد ما تهدي وترجعي تاني، وبكده يبقى عندك تحكم في إدارة مشاعرك وإنك توجهي نفسك للسلوك الصح في تفريغ المشاعر دي. تاني حاجة، لو انت حاسة بضغط نفسي أو حزن شديد سيبي نفسك تعيطي وتبكي عشان تخففي الضغط النفسي اللي عليكي، لأن أداة البكاء نفسها أداة لتخفيف الضغط اللي جواكي وبعدها هتحسي براحة كتير. تالت حاجة، في أوقات تانية كتير وده الأساس بيكون الحل إنك تغيري أسلوب تفكيرك علشان إحساسك يتغير، لأن الأفكار هي اللي بتوجد المشاعر، هي اللي بتخليكي تحسي بإحساس معين. فلما يكون كل تفكيرك متركز على إنك فاشلة ومش عارفة تعملي أي حاجة في حياتك فطبيعي يبقى شعورك هو الإحباط وخيبة الأمل وأحيانا غضب. فمادام تفكيرك كده هيبقى هو الشعور كده، فالتفكير السلبي بيساوي شعور سلبي على طول. فلما تغيري تفكيرك ان انت لا مش فاشله ولا حاجه وانك بتعافري وبتجربي حاجات كتير وبتحاولي، فهتلاقي الشعور اللي عندك هو شعور الرضا وهتلاقي نفسك بتتشجعي اكتر وبتاخدي خطوه لقدام. فلما تغيري تفكيرك ونظرتك للوضع كله شعورك كمان هيتغير وهتبقي احسن بكتير. نقطه مهمه جدا لازم تكتبيها معايا وهي البدايل لتفريغ المشاعر السلبيه المختلفه، وهتزودي عليها الحاجات الخاصه بيكي اللي بتغير حالتك النفسيه للاحسن. اول حاجه التخلص من مشاعر الاحباط. لما تحسي باحباط اول حاجه حاولي تتكلمي مع حد قريب منك وبيحبك علشان يديكي طاقه ايجابيه، او انك تخرجي من البيت وتتمشي في اي مكان. اكتبي الانجازات اللي انت عملتيها في حياتك، اي حاجه حققتيها حتى لو حاجه صغيره قوي، اي انجاز او اي عاده ايجابيه انت بتعمليها وهي عندك، زي انك مثلا تكوني حفظتي سوره من القران الكريم او انك قلتي اذكار الصباح والمساء النهارده. رابع حاجة ممكن تعمليها وده بيفرق جامد جدا هو انك تاخدي دش وتسرحي شعرك وتلبسي لبس مرتب بتحبيه. خامس حاجة ودي اكيد بتفرق في نفسية اي حد، اعملي شوبينج وتسوقي، دي اكيد اكتر حاجة بتغير نفسيتنا كلنا. طب لو انتي معكيش فلوس دلوقتي في خدعة بسيطة وفعلا بتفرق، اتفرجي على اي ابليكيشن لبيع الملابس اونلاين وتتفرجي عليها واعملي نفسك بتشتري. الطريقة دي بتنفع جدا وفعلا بتغير حالتك النفسية، هو الغرض منها انك تفرغي المشاعر اللي جواكي تحسن نفسيتك وفعلا بتجيب نتيجة. تاني حاجة طريقة التخلص من مشاعر القلق والتوتر والغضب والعصبية، تقريبا كلهم واحد. زي ما قلت في حلقات فاتت ان المشاعر دي بتتفرغ في اي نشاط بدني تعمليه زي المشي والرياضة، وابسط حاجة موجودة قدامك هي تنظيف البيت وترتيب الملابس وغسل الاطباق. بعدها هتهدي كتير جدا وهتبصي حواليكي هتلاقي الدنيا نظيفة، فهتلاقي نفسك هادية ومبسوطة من النظافة اللي حواليكي. او انك تشخبطي في اي ورقة او تلونيه، وتقدري كمان تجيبي ورقة ومقص تفضلي تقصي في الورقة دي بطريقة منظمة، او اي حاجة يدوية ممكن تعمليها وجهي نفسك ليها اول ما تحسي باي مشاعر من المشاعر السلبية دي، فهتلاقي نفسك ارتحتي كتير بعدها. وفي هواية مهمة جدا انك تتعلمي كروشيه، لو تعرفي فوائد الكروشيه مش هتترددي ابدا انك تتعلميه. اول حاجه هو نشاط يدوي وبيطلع كل الطاقه السلبيه اللي جواكي وبيساعد كتير جدا على التركيز وتنشيط خلايا المخ، غير احساسك بالفخر والرضا انك صنعتي حاجه بايدك، هتغير احساسك 180 درجه. جربي تعمليه هيفرق معاكي كتير جدا. نرجع للموضوع الاساسي وهو السيطره على الاكل. شفت ازاي لما اتكلمنا عن اعاده تدوير المشاعر نسيتي الاكل خالص؟ ناس كتير من كتر ما جربت وحاولت وما توفقتش انها تسيطر على الاكل خلاص استسلمت وشافوا نفسهم انهم ما عندهمش اراده كافيه انهم يقاوموا الاكل، لكن في الحقيقه ان كلنا عندنا قوه اراده اكتر من اللي احنا معتقدينه بكتير جدا. ودلوقتي نيجي للجزء التاني المهم قوي في الحل العملي وهي السيطرة على الأكل وبداية الدايت. مبدئيا كده أول حاجة هتعمليها هتخدعي عقلك، يعني مش هتقولي لنفسك أنا هعمل دايت أو هبدأ دايت من بكرة، إنما هتقولي أنا بقيت بشبع من الكميات الصغيرة، أنا مش بحب أكل بالليل. ليه تقولي كده؟ لأنك لو قلتي أنا هعمل دايت وهخس مخك هيترجمها على طول انك هتتحرمي من الاكل وهتجوعي، فاللي هيحصل انك هتروحي تاكلي زياده وكميات كبيره قبل ما تبداي الدايت والحرمان من الاكل، والنتيجه ان وزنك هيزيد على الاقل 2 كيلو لمجرد انك نويتي بس وقلتي لنفسك انك هتبداي دايت من اول الاسبوع. وكمان اللي متعود ياكل كميات كبيره او ياكل طول الوقت ما ينفعش يوقف مره واحده كل ده ويدخل على نظام صارم. كمثال علاج الادمان، المدمن ما ينفعش يتوقف له الجرعة مرة واحدة لأنه هيدخل في حالة صدمة وهياج شديدة جدا.
إنما العلاج بيكون عن طريق تقليل الجرعة شوية شوية. والأكل نوع من أنواع الإدمان، زي إدمان السكريات وإدمان الأكلات المشبعة بالدهون. فأنتي مش هينفع توقفي كل ده مرة واحدة، إنما هتطبقي وتمشي على مبدئين مهمين جدا، وهي التبديل والتدريج. أول مبدأ هو التبديل. لما تيجي تشتري أكل الأسبوع، امنعي خالص إنك تشتري أي حلويات أو شوكولاتة أو سناكس تكون مش صحية، ابعدي عنها خالص وما تشتريهاش من الأول، وجهزي بديل للحاجات دي يكون عندك دايما في البيت. أول حاجة، لما تحسي إنك تكوني عايزة تاكلي حلويات أو شوكولاتات، كلي بدلها تمر أو موز، وما تكتريش طبعا من الموز، أو كلي أي فاكهة متوفرة عندك. طب لو عايزة تاكلي شيبسي، الشيبسي هتبدليه إما بدورة فشار وتعمليها بدون زيت أو بزيت قليل قوي، أو بترمس ملح قليل، أو حمص وتحطي عليه ليمون. بدلي العيش الأبيض بالعيش الأسمر. وقبل ما تروحي تاكلي، اسألي نفسك كويس انتي فعلا جعانة ولا متضايقة، حتى لو انتي هتروحي تاكلي بعدها. الإجابة دي هتفيدك بعد كده في الاستجابة للمرات الجاية. اشربي كوباية مية قبل الأكل. هتستخدمي شوكة حتى لو بتاكلي رز ومكرونة، استخدمي شوكة أو معلقة صغيرة. تاني حاجة، نيجي لمبدأ التدريج، وهو إنك هتقللي كمية الأكل اللي انتي بتاكليها يوميا. لو بتاكلي رغيف كامل، هتنقصي منه ربع رغيف، يعني هتاكلي 3/4 رغيف. السكر هتنقصي منه ربع معلقة. السكر ده بالذات من تجربتي الشخصية، كنت بشرب 3 معالق سكر، وحاليا بدون سكر خالص. فأي مشروب زي الشاي والقهوة والشاي بلبن، كل ده من غير سكر، لأني مشيت بالتدريج وقللت، وفعلا وصلت دلوقتي إن لو في بس ربع معلقة سكر ما أقدرش أشربه نهائي. فأنتي خلاص بعد ما بتقللي سكر بالتدريج بتتعودي وما بتعرفيش ترجعي تاني. هتلاقي نفسك بتقللي سكر في حاجات لازم السكر تكون موجود فيها، لكن هتحبي السكر بتاعها يبقى قليل. العشاء بالذات هتلتزم ان انتي تاكلي ربع رغيف عيش مع مشروب سخن. المشروبات السخنة عموما بتدي احساس كبير جدا بالشبع. والتزمي بالعشاء ده على طول، وما تاكليش اي حاجة بالليل تاني غير هو الاكل ده. دي اكتر حاجة هتفرق معاكي وهتخسسك كتير جدا. تيجي الاسبوع التاني هتمشي بنفس النظام وتنقصي النص. لو بتاكلي رغيف كامل هتاكلي نص رغيف وهتلتزمي بيه، ونص كمية الاكل، لحد ما توصلي انك بتاكلي ربع رغيف عيش في الوجبة الواحدة. وصدقيني عن تجربة بتتعودي على كده، لما تيجي بعد كده تاكلي نص رغيف هتلاقي نفسك شبعتي قوي لمجرد انك بتاكلي نص رغيف عيش. حاجة تانية مهمة جدا، انك هتبدلي الاكل المقلي بانك هتحطيه في الفرن، وهتقللي الزيوت والزبدة من كل اكلك. ونفس الكلام هتتعودي لما تقللي الزيوت والزبدة في اكلك وتستمري عليها لفترة معينة. لما تيجي تاكلي اكل فيه زيت كتير، انت نفسك مش هتبقي مستمتعة ومش هتبقي متقبلاه. جربي كده بعد ما تقللي الزيوت لفترة معينة، وجربي كل شيبسي. اول ما هتاكليه هتاخدي واحدة، التانية مش هتقدري تكملي الشيبسي للاخر حتى لو هو كيس صغير، لانك هتحسي قوي بكمية الزيت الكتيرة جدا اللي فيه، وهتبقي مش متقبلاها بعد كده. صدقيني الموضوع اسهل من انت متخيلة بكتير، محتاجة بس تنظيم وتدريج. انت بتقليل كمية الاكل بتقللي حجم معدتك. المعدة عاملة زي البالونة، كل ما هتحطي فيها اكل كل ما هتكبر وهتوسع، وكل ما تقللي كمية الاكل كل ما هتلم وتصغر، وبعدها الكمية الصغيرة من الاكل هتشبعك جدا. لكن زي ما قلتلك، السر كله انك تخدعي عقلك وتمشي بالتدريج. وملخص اللي فات، لو انت عايزة تتخلصي من عادة الاكل العاطفي او اي عادة سيئة تانية، الحل انك ما تفكريش فيها وتحطي بديل ليها توجهي كل تفكيرك وتركيزك عليه. لانك لو فكرتي فيها انك مش عايزة تعمليها، فانت كده مرة هتغلبي ومرة هي هتغلبك، فكل لما تقاوميها هتقاومك. فالحل انك مش هتفكري فيها وهتفكري في البديل اللي انت حطيتيه ليها. واخيرا عايزة اوضح حاجة مهمة جدا عن مبدأ التدريج، واللي منكم متابع كوتش شيماء هي كمان اتكلمت عنه في حلقة من الحلقات بتاعتها، لان هو ده الحل، ده الاساس انك تكتسبي اي عادة ايجابية او تتخلصي من اي عادة سلبية. التدرج سنة ربانية في الخلق وفي الكون. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والارض خلقهم في 6 ايام. القرآن الكريم منزلش مرة واحدة او دفعة واحدة، انما نزل متفرق وعلى سنوات كتير. ومن الامثله دي كتيره جدا، الزرع مثلا، البذره ما حطيتهاش في الارض وطلعت شجره مره واحده. مفيش حاجه بتحصل مره واحده، هي دي سنه الله في خلقه. فمفيش حاجه بتتعمل مره واحده. البذرة نبتت وشوية شوية بتكبر، وكل يوم بالتدريج بتكبر لحد ما توصل لمرحلة معينة، وبعدها تغذي منها الثمرة بتاعتها. فدي سنن كونية، وربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كده. فده أساس عايزة تعملي أي حاجة
يبقى بالتدريج. وكمان في أحكام الشريعة الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش الخمر مرة واحدة، إنما حرمها على 4 مراحل. ونفس الكلام في أحكام الجهاد وأحكام تانية كتير. ربنا سبحانه وتعالى سهل لنا حاجات كتير، لكن إحنا اللي بنصعبها على نفسنا. مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة. عايزة تتعلمي حاجة تمشي دايما بمبدأ التيسير. شايفة الموضوع كبير قوي وحاسة بضغط كبير وقلق وتوتر، جزئيه وامشي بجزء صغير. هتتضربي وهتتشجعي، وكل ما تعملي خطوة هترجعي تعملي الخطوة التانية، وتمشي على النظام ده لحد ما تحققي اللي انت عايزاه. فالتدرج انك تقسمي المهام اللي عليكي وتعملي منها جزء. حسيتي ان الجزء ده كبير، صغريه شوية كمان وكملي. انما ما تحطيش نفسك قدام هدف كبير وصعب ان اي حد يعمله وعايزة تعمليه مرة واحدة، ولو ما عملتوش توصفي نفسك بانك فاشلة وتحبطي وتبقي في حالة نفسية سيئة وبضغط نفسي. ما تجيش تقولي عايزة احفظ القرآن كله في شهر او شهرين او 3 شهور. خدي مدة معقولة. ما ينفعش تقولي عايزة اتعلم لغة واتكلم انجليزي في شهر او شهرين. نفس الكلام بالتدريج والاستمرار. فالتدريج بتبدأي من حاجة صغيرة وشوية شوية بتكبري لحد ما توصلي لهدفك كله. طب عكس التدريج انك تبقي مندفعة وعايزة تعملي حاجة مرة واحدة، وتبقي مستعجلة وعايزة تخلصي، فالنتيجة ان انت ما بتعمليش حاجة، لان ده اسمه اندفاع. وده ما بيتناسبش ابدا مع الهدف ولا بيتناسب مع الاستطاعة، ان انت مش هتقدري اصلا تعملي كده. فالتدرج بيكون صاعد بيتوصلك لأعلى. وخدي بالك كويس جدا ان زي ما التدرج بيرفعك لفوق، بالتدريج برضو بتنزلي لتحت. اللي بيعمل حاجة غلط ما بيعملهاش مرة واحدة، انما دايما بتبقى فيه مقدمة لكده. بتبقى فيه اول خطوة من التنازل وبعدها بتلحقها تنازلات كتير. كمثال، واحدة محجبة ملتزمة بحجابها، فاول خطوة بتعملها مش ان هي تقلع الحجاب مرة واحدة، لا، الشيطان هيجيلها برضو بالتدريج. اول خطوة هتصغر الطرحة، بعدها هتصغر كمان شوية، بعدها هتبدأ تبين جزء من شعرها من قدام، شوية تعمل الحجاب وتبين رقبتها، شوية هتلبس تربون، وبعدها بخطوة طب انا هقلعها دلوقتي لحد ما يجي الوقت المناسب وهلبسه بقى وهيكون حجاب صح وزي الفل، انما دلوقتي مش قادرة التزم عليه. فالموضوع كله بالتدريج. بتبدأ بأول خطوة تنازل بتاخديها. وبنفس الكلام مثلا اللي بتلبس جيبات بس ومش بتلبس بناطيل، فتنزل الموضة ان في بناطيل واسعة زي الجيبات بالظبط، فبتاخد اول خطوة اللي هو طب وفيها ايه، ده زي الجيبة بالظبط. فدي اول خطوة تنازل، ان هو واسع وزي الجيبة. شوية شوية البنطلون هيضيق، وبعد كده هيبقى الاساسي هو البناطيل الضيقة، او بناطيل واسعة شوية بس خلاص هيبقى اساس اللبس هو البناطيل. فخدي بالك كويس جدا من اول خطوة تنازل هتاخديها، لان هي دي هتكون بداية التراجع. فالشيطان بيجيلك بالتدريج. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فاحذري أول خطوة. فالتدرج هو أنجح الوسائل للنجاح في تحقيق الخير أو للأسف الشر. وللتركيز على خطورة أساليب الشيطان وإن هو بيجيلك واحدة واحدة وبالتدريج من غير ما تحسي، اتكررت عبارة خطوات الشيطان 5 مرات في القرآن الكريم. علشان كده وبكررها تاني، خدي بالك من الخطوة الأولى للتنازل، لأنها بيجي وراها خطوات كثيرة جدا للوصول للقاع. ربنا يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخيرا ادعميني بلايك وشير واشتركي في القناة. شكرا لكم.